السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها إخواني المغاربة وخاصة سكان السعيدية، فيما يخص السيدة الأرملة زوجة المرحوم الصالح، أولا وقبل كل شيء أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم 6 مرات هذه البنات ما نعرفهم ولا شفتهم ولا عاشرتهم ولا كليت ماكلتهم ولا كلاو ملك، نعرفهم فقط في الفيديو اللي نشروه. نقول لكم إخواني صاحب السيدين، هذه التهمة اللي تهموا هذا السيدة هذه بالكذب، مثل ما تهموا السيدة اللي في الراشد مع قايد ديال الضروة كما نقولوا حنا، نقولوا الوالد ونقولوا القايد ديال الضروة. إخواني شوفوا في الفيديو السيدة هذه تاع السعيدية مع السعيدة هذه تاع بالراشد، نفس الظلم، نفس الحضرة، نفس الصورة. واش نقول لها؟ نقول لها المسؤولين هذو تاع كيما حنا في البلاد بالجزائر نقولوا بونشوسي، يعني تشغيل في الطرقات. يعني هذا الناس هذو اللي تهموها بهذا التهم، قالوا باللي عصبية بالفيديو، قال باللي تشرب الخمر دير رضانية ودير وكذا وكذا. هل هذه التهمة هذه عندها دليل؟ إذا كان عندهم دليل قاطع بسم الله، ماذا ما عندهمش دليل لماذا يتهموها بهذا التهم؟ أولا لو كانت هذه السيدة هذه، لو كانت السيدة بالفعل تستعمل هذا الشيء ما حرم الله، يعني تروح للدعارات، تروح أقسم لكم بالله العظيم كرهها شارية فيلا وسيارات هذاك، كل حاشاكم وحاشا الملائكة، كل امرأة تخدم الدعارة وهي تكسب فيلا وتكسب دار وتكسب لوطو وتكسب 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 وتدير الذهب وتدير. هذه مسكينة على سبيل الفيديو جات حتى البطاطا ما عندهاش، بالفعل باينة على صورتهم اللي ناس فقراء، حتى البطاطا ما عندهمش. خرجوها لماذا باغي يخرجوها؟ أنا نقول لكم العساكر الشعب الجزائري ما راه يهضر، نهضروا في القهاوي ونهضروا في كذا ونهضروا، والشعب نقول لك باللي من تلمسان ولاية تلمسان وبالعباس وتموشن ووهر كلهم تابعوا هذا القصة، كلهم تابعوها واستنكروا على هذا التصرف هذا تاع المسؤولين هذا. لماذا درتوا لها هذا كما احنا نسميوها القلم، يعني تهمة، يعني موجهة تهمة، لأنهم انتوما باغي تستغلوا هذاك السك. لماذا تستغلوا؟ ممكن تشربوا انتوما تشربوا فيه الشر، ممكن انتوما ديروا دار دعارة بتقصروا فيه، تكلوا لصحابكم تدوا لصحابكم. هذا هو الإسلام. وين راكم يا سكان السعيدية؟ وين راكم يا الأئمة تاع السعيدية؟ يا اللي راك توقف في المنبر وتقول الله أكبر، وين راك؟ وين راكم يا أصحاب الشكارة، أصحاب كسبوا المرايير، سابحين في أرمار في جامع، لا أب لهم لا معين. هذه هو الإسلام. أنا أقسم لكم بالله العظيم نحب المغرب، نحب الشعب المغربي كأنهم أنا مغرب، ولكن أنا أصلي جزائري من قبل شيء. وثانيا أقسم لكم بالله العظيم والشهيد أصلي ومن أعز الشهداء، والحمد لله هاني كاين شارق خدام أصلي والحمد لله. بس احنا المنكر هذا اللي راني نشوفه في المغرب يعني كثرة بزاف. ما نمش نقول لكم أنا نفوق بروحي اللي أنا جزائري ولا ما عندناش المنكر، كاين بس ماشي بهذه الطريقة هذه. أنا نشكر الحكومة الجزائرية. لماذا؟ ما يقيسوش ولادهم في الشارع، ما يحبوش ولادهم، بغاو يخرجوا. الدولة اللي حبت تخرج، الدولة اللي حبت تخرج إنسان من ساكن تاع دولة تعوض له، يا إما تبني له يا إما تعطيه له فلوس وتقول له بلي روحك اختار. يعني شوف هذه الخلطة هذه المسكينة هذه، يعني ما تأسف، أنا ما رديتش، مانيش والله ماني. هذه واش
العصب ما عاودت شفت في الفيديو السيد حط روحه هو ريبو مدين. واش يقول في الفيديو هذا؟ Cela fait trop longtemps que ça dure. Faites sortir les putes de notre village أو de notre ville. أنا نقول للسيد هذا اللي شر فيديو باللي اسمه هو ريبو مدين، أنا نقول له هو ريبو مدين ماهيش تعوج وماهيش تعصب. هو ريبو مدين الله يرحمه رحمة الله واسعة، راجل من واحد وزوج، كيما الحسن الثاني رحمه الله، كيما صدام وكيما جاب على الصح. تكذب انت على راجل على هواري بومدين، تسمي روحك هواري بومدين. الجزائريين ما سموش روحهم هواري بومدين، والله ما يكسب واحد في الفيديو السيفيل يسميوه هواري بومدين. تسمي روحك تكذب انت على روحك. انا نقول لك السبب علاش، لماذا سميت روحك بومدين هواري بومدين؟ لانهم هذه الارمام نعطي لك 99% اقسم بالله العظيم 99% باللي من الاهل نتاعك، لانه ما بغاش تنشر اسمك او صورتك. هذو الآن يا إما بنت خالك، يا إما بنت عمك، يا إما بنت خالتك، يا إما بنت خالك، يا إما يعني هذو الفاميليا تاعك. وعندك حاجة، عندك يعني سر بينك وبينه، باش تهمتوا بين هذه التهمة تقولوا باللي استعمل الدعارة واستعمل، ما عيب عليك. أنا نقول لك حاجة، نقولها لك بالفرنساوية خاطر نستحيا من الشعب المغربي حتى من الشعب الجزائري. تي غاي، كاسكو سا دير تي غاي؟ تعرف تي غاي؟ انت سي ان فيس بيولوجيك. حاشا امك ما تستاهلهاش، لكن امك مسلمه ما تستاهلهاش. حاشا باك اذا كان باك مسلم ما يستاهلش هذه الكلمه، باسكو تي ام بيولوجيك. استعملت هذه الطريقه هذه. واش تربح انت؟ قول لي واش تربح؟ واش تربح لي من الفائده نتاع اخيها؟ واش تربح؟ إذا كان هذه السيدة هذه ولا هذه البنات احتاجوا خرجوا الطريق، ردوهم للطريق التي هي أحسن، ما تسمحوش فيهم، ما تقيسوهم في الشارع، دبروا لهم خدمة، دبروا لهم سكن، قيسوهم للشارع. ثم نقولوا لهم روحوا زيدوا زنيوا وديروا شربوا الخمر. ثانية السيدة هذول يتهموها بشرب الخمر، هل هالدولة هذه الحكومة هذه ما عندهاش رقابة؟ يقول لها تعير اللي كانت تشرب الخمر، يقول لها تعير هاد السيدة صح ولا صح؟ ولكن واش غادي يقولوا؟ هذا الناس هذو المسؤولين هذو أقسم لكم بالله العلي العظيم ما عندهم مصلحة حتى في حاجة في ذاك السكن. عندهم مصلحتهم في، أنا نقول نحن عندهم زوج حلول. يا إما حبوا يروضوها على نفسهم ما قبلت لهمش، يا إما حبوا يخرجوها باش يستغلوا الساكن، يستعملوا فيه ما يريدوه هما، ما يحبوه هما. هذا هو الحل الآن واحد. يقول لي الدولة تستحقها، مستحيل باش الدولة تستحق دار بدون ما تعوض الواحد. واش أنا غادي نقول لكم يا سمحوا لي هذا الشعب تاع السعيدية، نقول لكم فيكم الرجال وفيكم حاجة قليلة من الشمايل، كيما هاد المسؤولين نقول لهم شمايل، ماهوش رجال، شمايل والله ما رجال. ثانيا وين راك يا رئيس البلدية؟ وين راك؟ قول لي الله يرحم بالك، قول لي وين راك؟ هل رئيس البلدية يسمح في بنته ولا في ولده ينقيسه الشارع؟ وين راك يا إمام يا أئمة يا اللي نهار الجمعة ديروا الخطابات؟ وين راكم؟ وين راكم يا أصحاب الشكارة أصحاب اللي تبنيوا مانيش عارف القصور ونسيوا القبور وتفكروا غير في الحياة وناسين الممات؟ وين راكم؟ وين راكم يا المسلمين؟ وين راكم يا المغاربة الأحرار؟ وين راكم؟ بالله عليكم قولوا لي وين راكم. ولكن نزيد نقول كلمة لهذا الشخص هذا اللي قال أنا هواري بومدين، أنا نقول له عيب عليك، عيب عليك. حتى ولو كانت هذه أختك، هذه زوجة الصاغية هذه، حتى لو كانت أختك استرها. وربي سبحانه وتعالى قال مين نستر أخوه يوم القيامة ستره الله يوم القيامة. مين يستر أخوه في الدنيا ستره الله يوم القيامة. ما بالك أنت يا ربما هذه فاميلتك ولا أنا متأكدين، إحنا متأكدين يعني 100% الجزائر متأكدين باللي هذه من الفاميليا تاعك. اللي ما بغيتش تبين الصورة نتاعك، ما حبيتش تقول اسمك،
باينه باللي انت هذو من الاهل نتاعك، بس انا عندك ما تربح. انت وهاد الناس اللي رجالهم ورا الارمله هذو يربحوا كم شنطه تراب يرتدوا فيها ياكلهم الدود وفقط، ولا قائله عامه من البحر. الخطر علاش؟ حنا حللنا، حنا اصدقاء وزملاء اللي يخدموا مع بعضنا حللنا، قلنا لكم هاد السيده هاي بالفعل فيها هاد الشيء هي وبناتها، والله العظيم لو كان راكو دايرين لها، كان نتوما بنيتوا لها قصر، نتوما يا مسؤولين يا اصحاب البنك وصحاب الطرقات والاشغال العموميه ولا ما، نتوما لو كان بنيتوا لها، نتوما كان بنيتوا لها وانتوما تشريو لها الشرع. بس نقول لك عيب عليكم. واخيرا يا اخواني واش تنشكر؟ نشكر الناس اللي وقفوا معها رجال، يعني احرار ولكن مثالهم قلال. من هما؟ شكون هما هذا الرجال؟ السيد كما شفت في الفيديو عبد الله دربوش، السيد زهير الله يخلف عليه، هذو رجال وقفوا معاها الله يخلف عليهم، كيقول لك رجال ومثالهم قلال. بصح السيد هذا اللي شرق فيديو وقال باللي انا هواري بومدين، والسيد هذا امازيغ اللي ما بانش اخباره، مانيش عارف، حوسنا عليه في التواصل في الفيسبوك ما لقيناش. ولكن هذا السيد نزيد نأكد لك إلا كان انت راك ساكن في المغرب يا سيدي اللي حطيت روحك هواري بومدين، انت تي كاي تي بيلي، انت ما تصلحش، انت خامج. لا خاطر علاش؟ تأكدنا 99% باللي هذو من الأهل نتاعك، هذو من الفاميليا تاعك، يا بنت عمك يا بنت خوك يا بنت خالك يا بنت خالتك، يعني من الفاميليا تاعك. أكيد منها 100%، أكدنا منها 100% باللي ها خطر على سيدك هو بومدين، هو مش داوش بومدين راه تحكر الله يرحمه، يرحم الحسن ويرحم كاع الموت، ومحمد الخامس الله يرحمه. حنا شعب واعي، مانيش نعاير في المغرب ولا حاجه، المغرب نحبهم نعزهم، الشعب نعزه، خاصه السعيديه. نفوت منا باش نقول البورسي كما كانت اسمها بكري مصر بن مهيدي، نغير قطرت نبكي. شوف الشعب ملي هاي يريش والشعب ملي يريش وبعضهم بعض، والله خطرت عندي نفسي نبكي. بصح واش نقول لك؟ نطلب ربي ان شاء الله هذا المرأة وهذا الهجالة وهذا اليتامى هذا البنية، نطلب ربي الله يجيب لهم ولد الحلال، والله يجيب لهم ولد الحلال اللي ينقذهم من هذا الورطة اللي راهم فيها. وانت يا رئيس البلدية لا تشوف فيا، انا نقول لك والله العظيم يا يوم القيامة لا تخلصها غالية، خلصها غالية. انت المسؤول الاول في البلدية، انت المسؤول الاول في هذا الارمار، انت المسؤول الاول. ونشكر الامن خاطر الفيديو السيده هذيك اللي طاحت ومانيش عارف وجات لهم بمستفيدها، الامن كان واقف ثم، شرطي كان واقف، ولا هو مشكور، ما هو مشكور، ما مشاش بالعنف ولا. هيا واش غادي نقول لكم يا اخواني المغاربه؟ سمحوا لي اذا كان غلطت فيكم ولا، نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سمحوا لي والسلام، هذا عندي منه.